سلام عليكم. لا سيب الفرشه انت باخد انا بالفرشه. قل بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. هذا هو هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله. يا أبا خالد إذا ألحدت فقل بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. خلق الخلق بعلمه فقدر لهم آجالا وضرب لهم أرزاقا وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. يهدي من يشاء ويعافي فضلا ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده وآمنا بنبيه المجتبى وحبيبه المهتدى محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث لكافة الجن والإنس وعامة الورى بالهدى والضياء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك الكرام البررة أبا بكر في الغار بلا مرى وعلى الفاروق عمر فهو يرى بنور الله وعلى عثمان زوج ابنتي رسول الله ما كان حديثا يفترى وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الشرى وأسلم تسليما كثيرا. أحبابي أحباب النبي صلى الله عليه وسلم أبشركم جميعا ببشر الحبيب محمد أنه من صلى على جنازة ثم تبعها حتى تدفن فله قيراطان أصغرهما كجبل أحد. أسأل الله عز وجل ألا يحرم من بيننا صغيرا أو كبيرا يا رب العالمين هذا الأجر يا رب العالمين. أحبابي النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشرى المؤمن. للمؤمن هذا بشرى يجب علينا أن نتكلم. الأول أنه مات يوم الجمعة ومن مات يوم الجمعة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من فتنة القبر. وفتنة القبر أشد من المسيح الدجال أي تفتنون في قبوركم أشد من فتنة المسيح الدجال. الأمر الثاني لهذا المؤمن وهذا بشرى المؤمن أنه مات يوم الجمعة وفي آخر ساعة من يوم الجمعة وفي هذه الساعة دعونا نحن جميعا والأئمة قبل أذان المغرب لهذا العبد الصالح الذي نراه ونحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. هذا الدعاء له إن شاء الله أجمع العلماء على أن الساعة التي هي فيها إجابة للمؤمن آخر ساعة من يوم الجمعة. ولذلك كان السلف الصالح يجتمعون في المسجد قبل أذان المغرب ليلتقطوا هذه الساعة. فكان من هذا الأمر أن لهذا العبد الذي أثنيتم عليه خير والذي أراه بيننا هذا بشرى خارج عن الثناء. هذه بشرى خارج عن ما يتكلم عنه الناس. الأمر الثالث
خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذا الحديث الذي سئل فيه الحبيب محمد من خير الناس؟ قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله. كم بلغ من رمضان؟ بحديث أبا طلحة الذي كان يتكلم الشيخ عنه. أبا طلحة لما رأى في الرؤيا رجلان قد أسلما في وقت واحد، ورجل منهم استشهد في سبيل الله، كان شهيدا في سبيل الله، والرجل الآخر ظل بعده عاما، فسمع النبي حديث الناس فقال ألا تصدق هذا الأمر؟ هذا الرجل مضى معنا رمضان، فكم من رمضان مضى، وكم من رمضان بلغ ليلة القدر، وكم من هذا الأمر الذي بلغ به صاحبنا الذي الآن هو في القبر. كم بلغت من رمضان؟ كم من كان منك من ليلة القدر؟ كم اتجهت وكم وكم وكم؟ وقال شر الناس من طال عمره وساء عمله. فنسأل الله عز وجل أن يكون هذا كله في كفة حسنات العبد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على شفير القبر وقال لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا العمل هو أغنى مما أتكلم، هو أبلغ مما أقول. جمع للنبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، جمع له هذا الحديث الذي قال لمثل هذا الفقرة، لمثل هذا الأمر. هو انتقل الآن من الحرير ومن الثراء ومن النعيم ومما كان فيه في الدنيا، وهو الآن يوضع في هذا الشر. والله الرجل الذي له قلب، وإنني لما رأيت هذه الحامل السرير يوضع أمام البيت ويمسحونه إخواني، فقلت لمثل هذا أحمل هنا أو أحمل على هذا المكان مجرد أنني رأيت السرير، فكيف إذا نظرت إلى هذه الحفرة وهذه آخر ليلة في حياتي يمر بها ما بقي من العمل الصالح، أن يكون نعيما مقيما، لإما حفرة من حفر النار، لإما روضة من رياض الجنة. نسأل الله عز وجل أن تكون روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بكثرة الكلام ولا بشيء آخر، قال وقف وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. يبقى بعد هذا الكلام ليس فيه كلام. إذا كان الآن يسأل فالدعاء أولى من الكلام، فنتوجه جميعا إلى القبلة، توجه إلى القبلة. آداب الدعاء وطلب الدعاء أن يتوجه الإنسان إلى القبلة. ادعوا جميعا، سلوا لصاحبكم التثبيت وادعوا له الآن لمن يحبه. أنت خير مني، أنت أحسن مني، أنت أفضل عند الله. ربما رجل أشعث أغبر بيننا لو أقسم على الله لشفعه الله في أبانا. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وافسح له في قبره مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج يا رب العالمين. اللهم يمن كتابه، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، اللهم يمن كتابه ويسر حسابه. اللهم تقبله في المهديين واخلفه في عقبيه في الغابرين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، إنه نزل بك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن هذا الجمع العظيم جاء يشفع في أخانا فشفعنا فيه. اللهم شفعنا فيه وشفع فيه سيد الأولين والآخرين، واسقنا واسقه من يد الحبيب شربة هنيئة لا يظمأ بعدها.
اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم اجعل هذه الليلة خير لياليه، اللهم اجعل هذه الليلة خير لياليه. يقال له نام نومة العروس فلا يوقظه إلا أحب الناس إليه. اللهم الهمه الجواب وثبته بالقول الثابت. اللهم ثبته على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ثبته على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر له ولآبائنا كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر له ولوالدينا كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وافتح لهم في قبورهم مد بصرهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وشكر الله سعيكم جميعا. ضيوف اتفضلوا على المدرسة. الأعزاء غدا بسرادة المقام بجوار محطة المياه إن شاء الله. كيف كده